يلا هنبدأ أول سؤال. تعالي يا ملك جاوبي لي السؤال ده. اقري. هيجي بعديها تبدي. وير الفعل كده هينزل كده تبي. اقري لي السؤال على بعض. wearing clothes. ماشي تمام. يلا تعالي جاوبي على السؤال ده. هيجي بعديها ايه السؤال؟ ايه الجملة دي؟ تمام. تعالي يا سلمى. اقري. برافو. كملي في السؤال اقري الجملة كلها. wheat. they are growing wheat يعني هم يزرعوا القمح. تعالي جوزي بقى. برافو. لا ذا كاربنتر يعني النجار. المفروض ده السبجكت بتاعي. هنحطه ايه؟ ذا كاربنتر بيجي بعديها يعني الكاربنتر ده لو شلناه نحط بداله ايه؟ نجار هو يعني هي بيجي بعديها از. اديكي دماغك از. يبقى ذا كاربنتر ايه؟ chairs. The carpenter is making chairs يعني النجار يصنع الكراسي. جاوبي لي اللي بعده. يجي بعديها برافو. we are. كملي الجملة. قسمي. delicious. برافو عليك. تعالي يا فندم. دي ترانسليشن يعني كلها بالعربي. انا عايزاك تستخدميها لي بصوره مضارعه مستمره. انا اكتب واجبي المفروض تبداي هنا. برافو. يفعل يعني يكتب يعني رايت. برافو عليكي. ده الفعل بتاعي. لا رايت كتبتيه. المفروض ان الفعل ده اخره اي صح؟ المفروض لما يكون عندي الفعل اخره اي بينتهي باي بنحذف الاي عشان نضيف اي ان جي. لما يكون عندي اي في اخر الفعل بنعمل ايه؟ نحط بدلها اي ان جي. writing واجبي حاجه بتاعتي احط قبليها برافو. برافو عليكي. ماي homework. in work. برافو عليكي. تعالي لي يا يوم. هو يعني ايه؟ هو يقرأ الكتاب. هنقول ايه؟ كده اطلعي فوق شوية. هو يقرأ الكتاب. هي هيجي بعديها يقرأ يعني كتاب يعني ايه؟ بس هنحط كتب ولا هنحط الكتاب؟ انا ما بقولش الكتب، انا بقول الكتاب يعني ايه الجملة اللي انت كتبتيها؟ لا reading. برافو عليكي. تعالي اهو. هم يمشوا الى المدرسة.
هم يعني ايه؟ زي زي هيجي بعديها ار يمشي يعني تبي ووك. برافو عليك. ده المين فيرب بتاعي هظبطه ايه؟ تمام. الى المدرسه. ممتاز برافو عليك. ايه الجمله كلها؟ They are walking. ممتازه برافو عليكم. هنا بقى انا عملت السؤال وعايزه حد يجاوبني عليه، في نفس الوقت عايزه حد يعمل السؤال خلينا في البورتالين. هنا بيقول لي what is he doing؟ ماذا يفعل؟ هتقولي لي مثلا هو ياكل. لا 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 لا، ما بنكتبش doing. doing معناها يفعل، احنا بنشيل مفردات الفعل اللي هو بيفعله، مش بنكتبها زي ما هي. احنا هنشيل doing خالص، مالناش دعوه بيها خلاص. احنا بنقول ياكل. ياكل يعني ايه؟ هو ده الفعل بتاعه. برافو. تعالي لي يا سلمى اعملي لي السؤال. جايب لي سؤال اجابه بتقول لي they are swimming، عايز يسالني هما بيعملوا ايه؟ هتبداي اول حاجه باداه الاستفهام. برافو. وقت يا شيخه يا ظن. اديلكم والله. تيجي وقت عادل. ما بيبقاش. ها؟ انتي ايه يا سلمى؟ صدمتيني والله. ماشي. هنقول هم اقول يسبقها، تقولي هتستخدمي الهيلبنج فيرب بتاعك ايه؟ ده السبجكت. احنا بنبدا الاول بالفعل المساعد اللي هو مش احنا المفروض بعد اداه الاستفهام بنحط فيرب تو بي؟ فالهيلبنج فيرب بتاعي هنا اللي هو يبقى وات ار. السبجكت بقى لا، السبجكت يعني الفاعل. الفاعل عندي هنا ايه؟ يبقى وات ار زي الرغايه. وات ار زي يفعل يعني. برافو. هتزودي لها بقى ايه؟ اقري السؤال. what are they doing. كويس في المارك بقى. تمام برافو عليك. تعالي بقى. What is doing. مثلا قدامي قطه تشرب اللبن مثلا. القطه دي هتحط لها السبجكت بتاع اللي هو ايه؟ it. it هيجي بعدها is. يشرب. لا drink مش بي تي. ده الفيرب بتاعي هتزودي له ايه؟ لبن. لبن. برافو. يلا. الإجابة بتقول لي I am going to school، يعني أنا أذهب إلى المدرسة. هعمل السؤال، هبدأ بأداة الاستفهام هنا فوق السؤال. أداة الاستفهام بتقول إيه؟ فعل ماذا؟ هنا.
الهيلبنج فيرب بتاعنا هنا ايه؟ بصوا بقى اقعدي انا هشرح السؤال ده. دلوقتي ايام دي ايام في الاجابه يعني انا افهم في السؤال طبعا مش هينفع نسال هنا نقول ماذا انا افعل، احنا بنقول ماذا تفعل او ماذا انت تفعل. تمام؟ انت يو في السؤال في الاجابه بتنزل يو فوق في السؤال بتنزل في الاجابه طبيعي اسالك ماذا تفعل هترد تقول انا افعل كذا. تمام؟ يبقى دلوقتي لما نقول وات بنحط لما نستخدم فوق في السؤال يو بنستخدمها في الاجابه ايه؟ بنحطها في الاجابه فهنا ايام ديت هنطلعها فوق. المفروض هستخدم الهيلبنج فيرب بتاعي الام الاي هتطلع فوق ايه؟ يو تطلع فوق ايه؟ اليو بيجي معاها فبالتالي هنحول ام تبقى يبقى هنستخدم الهيلبنج فيرب بتاعي هستخدم ايه؟ برافو وهنطلع السبجكت ايه؟ ويفعل يعني دو هنزودها اي ان جي يبقى دوينج. يبقى what are you doing؟ يبقى انا دلوقتي اخد بالي لما